الأمير نايف المتوفى هو ثاني ولي عهد تفقده المملكة السعودية خلال 8 أشهر. وفاته تتسبب في شغور 3 مناصب هامة، هي ولاية العهد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى جانب منصب وزير الداخلية. الأمير نايف خلف أخاه الشقيق في أكتوبر تشرين الثاني الماضي، إلا أن خلافته لم تستمر طويلا. خيار التشبيب يفرض نفسه بسبب تقدم الجيل الأول في السن. النظام المطبق في السعودية يقتضي استنفاد الأبناء قبل المرور إلى الأحفاد، كما أنه من المحرج أن يحكم الأحفاد الأقل سنا من سبقهم. هناك من يتحدث عن الضخ بدماء شابة من أبناء عبد العزيز، هم ليسوا شبابا، لكن هناك مثلا مقرن بن عبد العزيز في أواخر الثمانينات هو رئيس الاستخبارات، هناك الأمير أحمد بن عبد العزيز هو نائب وزير الداخلية، نائب الأمير نايف في وزارة الداخلية. الأمير سلمان الذي يتولى منصب وزير الدفاع وحكم الرياض طيلة نصف قرن هو الأوفر حظا لخلافة الأمير نايف. نظام البيعة السعودي ينص على أن يطرح الملك الجديد من يرشحه لولاية العهد، ويوافق بعدها مجلس البيعة